ما نقاطعوا في المنتوجات، وعينا ما نقاطعوا قطعنا بزاف قطع ولا وخصنا حل. وحنا اصلا قاطعين، وعرفتي باش قطعونا وقاطعين وما كاينش لاجون دو بوش، ما كايناش. بزز منك غتقاطع، وبزز منك غتقاطع، تقتلنا ولادنا باتاي والخبز، يفطروا باتاي والخبز، كاسكروط اتاي والخبز، وجبه النهار كيصالينا تايله حنيتي فيهم، غديري لهم ديك الطاجين يتعشاو به او يتغداو به مره في النهار. واش ماشي حشومه؟ واش ماشي عيب؟ واش حنايا بلادنا فيها الخيرات وفيها الثروات وتنمدوا في يدينا، كنبقى لينا عفعاو صافي نخرجوا. انا شوف، انا ما بقيتش كنحاسب الناس اللي زعما ما بقيتش كنلوم الناس اللي راها كتسعى ولا اللي كتزني ولا شي حتى هذوك ديال الروتين اليومي. راه في الاخر ما تعجبنيش الحال، ولكن في الاخر تنشوف التعيين تنقول وقبح الله والفقر قبح الله والفقر، حيت داك ما لقاوش البديل. صافي ما البديل ما بقاش. ملي كتشوف راه صافي، راه كل عام تنقولوا هذا العام غيدخل علينا بالفرحه. واش كنكذبوا على راسنا ولا كنبردوا على راسنا ولا كنتفائلوا؟ يعني حنا من الناس اللي كتفائلوا كنتمناو تنقولوا هذا العام غيكون مزيان فوالا، وكاين لا العام الاخر يكون مزيان، غيكون واحد التغيير، واحد وما لقينا حتى تغيير، ما بان لينا حتى تغيير. تخيل الساط نادم عنده 40 سنه تيفرح بخميجه شراها، تيفرح الدرب كامل كيبارك ليه. واش ما كيبانش لك كاين شي خلل في المجتمع؟ 40 سنه تفرح ليا انت بخميجه؟ الواحد غيحط عليهم شي قرعه ويبدا يسكر قدام. كل انترفيو كتوب وكتعاود ترونها في اللايفات، وكتحلم انها تولي مشهوره بالموهبه ديالها كفنانه كبيره. في الاول كانت بغات تولي راقصه، ولكن حيت ما بغاتش ولدها يكبر معقد بغات تولي مغنيه. لكن المشاكل والاكتئاب ما خلاوها دير والو. وهي مستار نجمه الطوندونس المغربي التافه. صراحه ما جيتش نتنمر عليها حتى انا، بالعكس وهي كتعتبر مثال حي على الواقع المغربي. واخا تقول بلي هاد السيده كدير الشوهه وتضحك في راسها، ملي غتسمع شنو عاشت وسط هذا المجتمع وكيفاش حياتها خدات منعطف في الاسواق، تقدر تبدل الفكره ديالك وتحس براسك مسؤول، وتعرف بلي كل مجتمع دار خدمته من الاول كان من الممكن انه هي ما توصلش لهذا الشيء. عائشه ملي كان في عمرها 14 عام هربت من دارهم اللي كانت في سيدي يحيى بسبب الفقر المدقع والعنف ديال باها، ومشات قصدت كازا. دوزت فتره المراهقه ديالها كامله وهي كتحاول تعلم تعيش في الزنقه وتدبر على راسها. يعني الوقت اللي كان خاصها تكون وسط مؤسسه تربويه او مع والديها كانت مدوزاه في الزنقه، ومن بعد منها في الاصلاحيه قبل ما تقرر تهرب منها حتى هي بسبب سوء المعامله. تعلمت وهي متغنيه وتشطح باش تلقى ما تاكل، وهاد المهارات غيعاونوها تلقى خدمه في طنجه، وتما فين غتعلم تكني وتشرب ودير جميع الموبقات. ولكن وسط هذا العالم الكحل وهي كانت كتقلب على الحب والحنان وراجل اللي يحميها. وماشي مهم يكون مجرم او لابزنات، المهم انه يكون واعر وصحيح باش تحس براسها معاه محميه. كان كيحسب لها بلي تقدر تلاقى ولد الحلال اللي غيتزوجها في لابواط ويعيشها السعاده الابديه، ولكن ما لقاتش مامن. داكشي علاش قررت ترجع لكازا وتطبق المهارات الجداد اللي تعلمات. ولكن من سوء حظها غتلقى راسها حامله، والراجل اللي حملها من بعد ما كان كيدخلها عند امه على اساس غيتزوج بها، ملي عرفها حامله ما عقلش عليها وجرى عليها. ومره اخرى عائشه لقات راسها في الزنقه لا ريال لا جوج، ما عندها لا حرفه لا فين تمشي وما كتعرف دير والو، لانه المعرفه ديالها كانت محدوده غير في الكوميساريات والخروج وتقنيات الصيد، وحيت ما كان حتى واحد في المحيط ديالها اللي يقول لها بلي راه كاين الناس اللي الخدمه ديالهم هي يوجهوا هاد البنات لمراكز الايواء. مشات لمراكش بلا درهم بلا جوج، وقصدت واحد الوسيطه اللي دات عند واحد السيده كتخدم البنات في الدعاره. جلست معاها بين ما ولدات بشرط انه دير الميناج، وملي تولد تخدم عندها بصح. من بعد شهر ولدات عويشه واللي عطا الله عطاه، ولقات راسها مضطره تخلي ولدها في ديك الدار وتخرج تدبر. والحمد لله السذاجه اللي عطاها الله ما اثرتش على المسؤوليه اللي كتجي مع الامومه، الشيء اللي خلاها تهز ولدها وتغيرها. ومن الزهر لقات واحد السيده لاباس عليها اللي بدات كتخدم عندها، ومن بعد ما دوزات معاها امين قررت تخلي لها ولدها تكلف به باش على الاقل ما تدوش عليه تماره في حالها. داز الوقت وعائشه حققت الحلم الضائع، تزوجت وعاشت اسعد ايام حياتها هي وراجلها في السعوديه، وتما فين غدير عقلها وتلبس الخمار وتشد الطريق. ولكن بعد ما وقع واحد المشكل اضطرت ترجع وهي حامله المره الثانيه مع راجلها المغرب. غير وصلت هي وياه هربوا خلاها هي وبنتها في الزنقه، وحيت ما عندهاش الفلوس اولا اللي يوقف معاها وما قارياش بقات هي وبنتها الصغيره عايشين مشردين لحنين الله يرحم. انا نهار جرى عليا راجلي وانا نافسه مشي عرفتي داك الجامع الكبير في كازا، مشيت جلست حدا هذاك بالليل وجاو جوج دراري بغاو يديوني من تما. وتما فين غتقرر تلقى شي حل وتطلب من الناس يعاونوها في المحنه ديالها. وهذه كانت هي المرحله فين غنتعرفوا عليها كاملين في شوف تيفي، حيت اساس من الحياه وفي نفس الوقت ما بغاتش ترجع لحياه الدل. لبسات عبايه ودارت الزيف واعترفت بالغلط ديالها وعاودت على الحاله فاش عايشه، وكانت صريحه بزاف. ولكن حتى شي واحد ما تسوق ليها، الناس كانوا مشغولين مع امي نائمه والتفاهات، تحطمت ديال بصح حيت اخر امل كان عندها ضاع قدام عينيها. تصوروا عام وانا كندور في الشارع كل مره فين كنمشي، وانا يلا واحد السيده كرات لي هذا البيت، ولكن ما عندي لا فراش لا ماكله. انتم كتشوفوا الحاله كي دايره، مفرشه حصيره وهاد الزربيه هذه ما كنلقاش باش نتغطى، بالليل كيجيني البرد انا ووليداتي. ايوا تما فين غتقول مع راسها اللي ليها ليها، لبسات الكسوه ديال الرقص وتقادات وعيطات لشوف تيفي، حيت قالت مع راسها ممكن نثير انتباه الناس على الاقل بهذه الطريقه. وكان عندها الحق، حيت من تما وهي مشهوره. والغلط ديال من غنخليك انت تقول لي. من تما وهي كتعتبر ماده دسمه لكاع المنابر الاعلاميه، الشوهه اللي دارتها كيزيدوا يسلطوا عليها الضوء ويطرحوها للنقاش، والناس غير كتفرج فيها وتبدا تعايرها وتزيد تشوه فيها. ولكن على الاقل واخا شوهات راسها قدرت توفر لبنتها دار فين تسكن، واهم حاجه انهم ما بقاوش كيموتوا بالجوع. ولكن يكفي انه تفرج في شي فيديو ديالها باش تعرف المعاناه ديالها وبلي الحاله النفسيه ديالها ماشي مستقره، وهي براسها كتعترف بهذا الشيء في كل فيديو. انا اليوم غنخلي راسي ضحكه للعالم باش نعيش انا وولادي، نتوما قتاله.
هذه هي نهاية كل شخص يقول عاش الملك، يقول عاش لجلاده، يقول عاش لمن تسبب في فقره وتجويعه وتهجيره وتشرده. هذه هي النتيجة. أين حقوق المرأة؟ أين كرامة المرأة؟ أين كرامة المواطن؟ أين هو هذا البلد الإسلامي الذي تتحدثون عنه؟ أين هو؟ أين هو؟ فين هو منشي مول الجلابة الصفراء والقبيب؟ فين هو شرشابيل؟ فين هو اللي كيدير مجلس السنافر كلهم لابسين جلابه ودايرين داك القبيب بحال السنافر؟ فين هو منشي اللي كيقول لك في يده كل شيء، هو اللي كيدور كيسير جميع المؤسسات كلهم باسم جلالة الملك، كلهم باسم جلالة الملك؟ فين هي حقوق المرأة اللي كتخرج عليهم بديك الخطابات وكتبرك تستغبى في عباد الله وتستحمر عباد الله؟ فين هي حقوق المرأة؟ هذه حقوق المرأة تخرج تقحب، هذه حقوق المرأة نجوعها باش تخرج تقحب، هذه حقوق المرأة وباقين كتقولوا عاش. انتم راكم مشاركين في الجريمة. كل من يقول عاش فهو مجرم. مجرم أولا لأنه ساكت، ثانيا لأنه يقول عاش لمن يقتله ولمن يجوعه ولمن يفقره ولمن يهجره ولمن يشرده ولمن ينهب ويسرق جميع ثرواته، لأن المغرب بلد غني، بلد غني جدا، ونحن عايشين فيه بحال 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 التوريست عايشين فيه. حنا ماشي سكان البلد، حنا هاجرنا وحنا اللي كنهزوا عائلاتنا من اوروبا، والبلد غنيه ولدينا شعب مكلخ، شعب ناعس، شعب جبان، شعب خرج علينا، شعب اكثر من نصفه عبيد، وهو اللي خرج علينا وهو اللي خرج على ابناء المغرب وهو اللي خرج على الشعب، لان سكوت الشعوب هي اللي كتخرج، هي اللي كتعطي قوه للجلاد وكتعطي قوه للطاغيه. نعم، سكوت الشعب هو اللي كيجرم في حقه وكيجرم في حق ناس اخرين، في حق ناس اخرين اللي باغيين يخرجوا ويدافعوا على الحقوق. ولكن كما كتعرفوا يد وحده ما كتصفقش. ما نقدرش نخرج انا بوحدي، ما نقدروش نخرجوا حنا 10 ولا 20 ولا 30، خاصنا نخرجوا بالملايين الا بغينا حقوقنا. سمعتوا؟ خاصنا نكونوا اليد في اليد ونخرجوا بالملايين الا بغينا حقوقنا. اما هاد المجرمين هاد العياشه المجرمين هادوك اللي هاربين، سواء اللي هاربين في اوروبا سواء اللي باقين عايشين في المغرب، ما هم الا مجرمين، لانهم يقدسون جلادهم، يقدسون مجرم، يقدسون عائله مجرمه صهيونيه دخلت الى المغرب لسرقه المغرب ولتفقير المغرب، وبالتالي تدفع بنات المغرب إلى الدعارة وإلى التهلكة، وتدفع الشباب إلى تناول المخدرات وإلى الهروب بقوارب الموت، وتدفع بنا إلى الهلاك منذ سنين وسنين وسنين. أنا من تتحدث معكم عشت في عهد الحسن الثاني وخرجت من المغرب في عهد الحسن الثاني، ولم أفكر يوما أن أرجع إلى المغرب إلا في حالة واحدة، عندما ستسقط هذه العائلة الصهيونية التي اللي خرجت علينا ودمرتنا نفسيا واجتماعيا، وكرامتنا تمرمدات هبطت للأرض، وكرامتنا ما بقات عندنا بونا كرامة. وهذا بسبب العبيد.